اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا سد الحنك أو العجمية أو الحلا التركي. هنبدأ مع بعض المكونات. أول حاجة معانا كوباية من السكر، عليهم 4 معالق كبيرة من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات، معانا 4 معالق من السمنة البلدي، عليهم 4 كوبايات من المية. في البداية احنا طبعا بنجيب السمنة وبننزل بيها على الحلة أو الطاسة اللي احنا هنستعملها، وبعد كده هنخليها لما تسخن معانا شوية على درجة حرارة متوسطة. بعد كده هنجيب حلة تانية ونحط فيها ال4 كوبايات المية، وننزل على طول عليهم ب4 معالق من السكر، ونقلبهم كويس جدا لحد السكر ما يدوب في المية. بعد كده احنا هنرفعهم على النار درجة حرارة متوسطة. هننزل بقى بالدقيق، ال4 معالق كبيرة من الدقيق، ونقلبهم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا النار بتختلف واللون بيختلف من ابيض لاصفر لاصفر. بنجيب المية اللي كنا حاطينها على النار اللي هي الشربات الخفيف، وبنقلبها كويس جدا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. كل كبشتين من المية وندي تقليبة على النار، طبعا درجة الحرارة هنا متوسطة. وكل كبشتين من السائل دي او الشربات الخفيف جدا زي ما حضراتكم شايفين الشكل بتاعه، بننزل بيها على الدقيق، ونقلب نقلب نقلب بالشكل ده لحد القوام ما يبقى ناعم معانا ولونه ذهبي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. اهم حاجة اللون يبقى زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بعد ما يبرد دقيقتين 3 بالظبط، لان زي ما حضراتكم شايفين الهوج بتاعها لسه سخن، هنديها شكل بسيط كده. وبعد كده هنجيب المعلقة بتاعة الايس كريم ونديها حفرة كده بسيطة في النص، وننزل بالشوكولاتة الخام السايحة اللي حضراتكم شايفينها جميلة جدا. وكمان أنا بزينها بحبة من السمسم المحمص. حضراتكم أحرار طبعا في التزيين، ممكن تحطوا مكسرات اللي تعجبكم، بس بالطعم ده وبالطريقة دي وبالشكل ده جميلة جدا، مشهورة جدا. طبعا حبايبنا الصعايدة معروف ان هم بياكلوها من الأكلات المغذية وسد الحنك، لان انتي بتاكليها مكوناتها بسيطة وتحلية جميلة جدا جدا. بنغمسها كده مع ايه؟ نغمسها كده مع الشوكولاتة السايحة، جميلة اللهم بارك، حلوة جدا. اتمنى انتوا تجربوها وتعجبكم.